انا مطلوب مني ان اشهد شهاده زور على زميل ليا في الشغل، وانا بفكر اعملها. الموضوع تعبني ومش عارف اعمل ايه، ونائب المدير قال لي بالحرف لو ما عملتيش اللي هقول لك عليه انت مش هتقعدي في الشركه يوم واحد بعد كده. وللعلم نائب المدير يبقى ابن عم صاحب الشركه، والمفروض اني اقابل صاحب الشركه يوم الاربعاء الجاي، وبقالي اسبوع ولا بنام ولا باكل، ومحتار ما بين ان انا اشهد بحاجه ما حصلتش او ان اكل عيشي يتقطع. اسيب الشغل ولا اسمع كلام المدير؟ طبعا وبدون اي تفكير ما تشهديش طبعا شهاده زور على حاجه بدون تفكير. الشغل كده كده هتلاقيه يعني حته الرزق دي ما تشغلش بالك بيها، لان كده كده هتيجي ورزقك مكتوب، سواء بقى عندهم عند غيرهم عند جارهم، كده كده موجود. بس الاذيه اللي هتاذيها للشخص ده هتترد لك، فلو انت شهدتي عليه هيجي في حد في يوم من الايام يشهد عليك. فوالله عرفتي بقى تفهمي صاحب الشركه وتاخدي وتدي معاه بالحب كده، ان هو معلش انا مش هعرف اعمل كده وبتاع، ان هو طلعني بره الموضوع ده. نفعت ماشي، ما نفعتش واصر خلاص سيب الشغل. طب قول لي بقى رايك في التعليقات، المفروض هي تعمل ايه؟ ولو عندك اي سؤال او مشكله عايزنا نناقشها مع بعض ابعت لي على الانستجرام، هتلاقي اللينك في البايو. سلام.